لو بتاكل بره او معزوم عند حد وغصب عنك وقعت بقعه زيت او بقعه كاتشب على الملابس اللي انت لابسها، بلاش اول حاجه تعملها انك تاخد الملابس ديت وتروح تغسلها تحت الميه على طول. الافضل ان احنا نمسحها بمنديل بس ونسيبها لحد ما نروح. واول ما نروح هنجيب اي حاجه فاضيه هنفضي فيها شويه كلوركس الوان، عليهم شويه سائل غسيل اطباق، وعليهم شويه خل، وبعد كده هنحط عليهم شويه ميه صغيرين، وبعد كده نقلبهم في بعض كويس ونحطهم على مكان البقعه مباشر، وباي فرشه اسنان موجوده عندنا او اي فرشه صغيره، ونبدا ندعك مكان البقعه ديت كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما نخلص بقى نقدر نشطف قطعه الملابس او نحط قطعه الملابس كلها زي ما هي كده في الغساله تتغسل عادي. وانا هنا هحاول اشطف القميص قدامكم واحاول انشفه عشان نشوف هل فعلا بقع الكاتشب طلعت منه ولا لا. وانا هنا بعد ما شطفت القميص بقى هجيبه على ترابيزه المكوى واحاول انشفه بالمكوى ونشوفه بقى مع بعض هل فعلا بقعه الكاتشب برضو طلعت ولا لا. عاوز اقول لكم ان الكفر اللي راكب على المكوى والمفرش اللي راكب على ترابيزه المكوى دول فعلا حمايه كامله لاي ملابس، هتقدروا تكووا بيها جميع انواع الملابس من غير ما تلمع او تتلسع او تتحرق منكم، لان الكفرات ديت اصليه ومضمونه 100%. كمان انا بقيت المستورد بتاعهم ودول احدث اصدار ليهم. سعر القطعه الواحده 190 جنيه، ولو هتاخدوا الاتنين مع بعض هتاخدوا عليهم شحن مجاني ومتاح شحن لاي مكان في مصر. الكفرات ديت بفضل الله مش موجوده عند اي حد بره، لان انا الموزع الوحيد ليهم، والمكان الوحيد اللي بنستلم منه الاوردرات هو الواتساب، مفيش اي مكان تاني بناخد من عليه اوردرات. وزي ما انتم شايفين سيبنا المكوى قد ايه على القميص، لا اتلسع ولا اتحرق ولا الكلام ده كله، وكمان البقعه طلعت اهيت الحمد لله. وبعد كده مش هتلاقوا للبقعه اي اصل. ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفاد.